أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. تنظيم ورشة عمل حول البيئة. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. الأسطول الروسي في المحيط الهادي يبدأ تدريبات بمشاركة 40 سفينة. بايدن يطالب الكونغرس بالتحرك لوقف بيع البنادق الهجومية. الصين تطلق بنجاح 9 أقمار صناعية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة ورشة عمل بقاعة الكونفدرالية الوطني للعمال بمناسبة 5 من يونيو اليوم العالمي للبيئة. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في الورشة التي شارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إن سبب جميع الأزمات البيئية هو النظام الاقتصادي العالمي، وإن الإنسان ظل يتسبب في التلوث البيئي وتدمير الطبيعة من أجل استنزاف الموارد الطبيعية دون هوادة، ويتطلب ذلك إيجاد حل عالمي للمشكلة. وأوضح إن شعار هذه السنة القائل بأن الأرض واحدة لنحافظ عليها يرسل رسالة إن إنقاذ الأرض مسؤولية الجميع بالتساوي، مناشدا كشعب ووطن التفاني لأهداف حماية البيئة العالمية. من جانبها أشادت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة أماكوبي ساندي ومندوب برنامج التنمية الأممية في إريتريا السيد جيمس ويكياغا بجهود إريتريا للتخطيط المناخي، داعيان الدول للعمل الفاعل المنسق بوضع التنمية البيئية ضمن سياساتها وبرامجها. وقدمت في الورشة أوراق حول دور حماية التربة والمياه لضمان الأمن الغذائي والبيئي والمحميات والتشجير في حماية البيئة والبيئة والصحة وحماية وسلامة الموارد البحرية لضمان الحفاظ على البيئة والغذاء ودور إدارة الأرض وحماية المياه لسلامة البيئة وإدارة النفايات. أصدرت الورشة توصيات لحماية البيئة والموارد الطبيعية. ويحتفى باليوم العالمي للبيئة هذه السنة بتنظيم أنشطة توعية وتشجير ونظافة. احتفل الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا وشيكاغو الأمريكية وبيروت اللبنانية بعيد الاستقلال. وقدم قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخسته في احتفال سيدني الأسترالية توضيحا حول نضالات وتحديات الاستقلال والدفاع عنه وبرامج التنمية الجارية والأوضاع الإقليمية والعالمية. وشهدت مدن أستراليا ونيوزيلندا احتفالات بعيد الاستقلال. كما احتفل الإريتريون في شيكاغو الأمريكية بعيد الاستقلال، حيث قرأت في المناسبة رسالة تضامنية من مديرة المدينة. وفي بيروت اللبنانية احتفل الإريتريون بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد من صعد كريستيان بفيروس كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9767، شفي منهم 9653 وتوفي 103، فيما يتلقى 11 مصابا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 من يونيو 2022. نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي دورة تدريبية ل115 من طلاب وعمال كلية العلوم في ماي نفحي في المونتاج والجرافيك. وأوضح عميد الكلية البروفيسور جبراياس قدهم في مراسم التخريج في الأول من يونيو إن التدريب يؤهل الطلاب مهنيا إلى جانب التعليم الأكاديمي والعمل لتقديم خدمات جيدة. ودعت مسؤولة فرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي في اتحاد الشباب والطلبة السيدة منصورة إسماعيل دعت المشاركين في الدورة لتطوير التدريب بالعمل ونقله للآخرين. وأكد ممثل المتدربين على أهمية التدريب المكتسب.
استشهد في 2 المناضل الرائد كبرهم تسفاماريام زرعي عضو هيئة إدارة قوات الدفاع عن عمر بلغ 81 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الرائد كبرهم بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في فترة النضال في القوات المقاتلة وجهاز الإدارة الشعبية وبعد الاستقلال في مختلف وحدات قوات الدفاع. شهد الرائد كبرهم تسفاماريام متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 3 يونيو في مقبرة الشهداء بأسبرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الرائد كبرهم تسفاماريام، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة. وقال بيان الوزارة إن التدريبات التي ستجري بين 3 و10 يونيو ستشمل من بين أمور أخرى مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات معادية. وتأتي التدريبات في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ 3 أشهر تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة. ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا متلفزا دعا فيه الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسلح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة. وبدأ على بايدن التأثر حين قال: كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل. وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة المحدد حاليا عند 18 عاما إلى 21 عاما. ودعا الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي إلى عدد من الإجراءات التي عرضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة. وحصلت الوقائع غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما جنوب شرقي الولايات المتحدة أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وبعد أقل من 10 أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس. أطلقت الصين بنجاح 9 أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2C. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينهوا أن مجموعة الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها من مركز تشيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيشوان بجنوب غربي الصين ودخلت في المدار المحدد مسبقا، وستستخدم بشكل أساسي لأغراض البحث والتحقق من دقة تكنولوجيات مثل خدمات السفر للمركبات الذكية المتصلة والتفاعل بين المركبة والأقمار الصناعية وبين الهاتف المحمول والأقمار الصناعية، كما ستوفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية. اندلع حريق في مركز للأعمال يقع في غربي العاصمة الروسية موسكو، ووفقا لمعطيات وزارة الطوارئ الروسية فإن الحريق ممتد على مساحة 1000 متر مربع. وأشار مصدر في خدمة الطوارئ إلى أن الحريق اجتاح مركز الأعمال في غربي موسكو، وبحسب المعطيات الأولية فإن الحريق ممتد في الطوابق ال4 الأولى من المبنى الذي بدأ استخدامه قبل 10 سنوات. وأشارت إلى أنه يتم إجلاء الأشخاص من المبنى. كذلك أشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء 15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث. وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن شخصين أصيبا في الحريق الذي اندلع في المركز التجاري. ختاما سادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. تنظيم ورشة عمل حول البيئة. الإريتريون في الخارج
يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. الأسطول الروسي في المحيط الهادي يبدأ تدريبات بمشاركة 40 سفينة. بايدن يطالب الكونغرس بالتحرك لوقف بيع البنادق الهجومية. والصين تطلق بنجاح 9 أقمار صناعية جديدة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.